وما هي المتغيرات التي حدثت مع هذا الفريق مع سلوت. هذه المرة اليوم نحن نتحدث عن برشلونة، وأيضا هناك مدرب جديد، تغييرات أيضا جديدة في هذا الفريق. نعم، بكل تأكيد هناك الكثير من الأمور الإيجابية أتت لفريق برشلونة. في البداية زيادة عمق التشكيلة من خلال إدخال لاعبين لمسية تدريجيا في التشكيلة الأساسية، طريقة لعبهم بالكرة ومن غير كرة، خصوصا من غير كرة تطور كثيرا عن الموسم الماضي. من غير كرة الفريق يضغط بشكل جيد، حتى وإن لم يضغط تجد بأن خطوط متقاربة، وحتى وإن كان في منطقة عالية خط الدفاع يقوم بتغطية هذه المساحة. عملية الفوز في الثنائيات، قرب كاسادو، الآن تشاهد غارسيا يقوم بمثل هذا الدور. كثير الأخطاء في التمرير، ولكن دفاعيا نوعا ما يحاول أن يقوم بدوره. ولكن بشكل عام أنا أرى في تشكيلة برشلونة خصوصا في مباراة اليوم بأن داور كثيرا. أنا باعتقادي بأن الدوري هو المهم، المباراة القادمة أن تكون المداورة هناك. نعم هو خسر أول جولة. الفريق كمدرب يحتاج أن يبدي البداية المثالية، وهذه البداية المثالية بالنسبة لي لفليك مع برشلونة. استخدم اللاعبين الشباب وظهروا بصورة ملفتة للنظر. للأمانة في كنز في برشلونة، لمسية فيها كنز. لاعبين في كل موسم نشاهد 3-4 لاعبين وبمستوى عالي جدا. الموسم نشاهد 3-4 لاعبين وبمستوى عالي جدا، يعني مستوى تستطيع أن تبني عليه الفريق للمستقبل، وعمر صغير. بالضبط. فبالتالي هذا الشيء اللي الأندية الكبيرة صاحبة الفكر وصاحبة العمق التاريخي تحتاج أن تمتلك مدارس لإخراج اللاعبين. وهذا طبعا مو بس برشلونة، أغلب الفرق الكبيرة يعني تمتلك هذه المدارس اللي تغذي فيها الفريق الأول. هذا جانب. الجانب الثاني أن الفريق بظل الإصابات المؤثرة بصراحة، لكن الفريق يعني يقف على أرض صلبة. تشعر أن الفريق عنده بدائل ممتازة جدا. الأخفاق في أمام أعتقد بحاجة لتعويض، ويمكن يعني في وجهة رياض ممكن على حسب المنافس، على حسب وضعية الجدول. لكن الشامبيونز ليج الخسارة من البداية الأولى يحتاج أن يعوضها في المباراة القادمة. فأعتقد يمكن هذه المداورة اللي يفكر فيها أنه يريد يعوض بالفريق الكامل، وبالمرة إراحة اللاعبين. ندري يعني الكل يعلم أن هذا الموسم مع طريقة بطولة الشامبيونز ليج والدوري الأوروبي أصبحت هناك مباريات كثيرة وضغط أكبر على اللاعبين وإصابات متوقعة، وهذا حصل مع اللاعبين. وهناك في أكثر من لاعب أبدأ يعني استياء من هذه البطولة وطريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع اللاعبين. فبالتالي هذه فرصة لفليك لراحة بعض اللاعبين في هذه المباراة. بالنسبة لي دكتور، أنا يعني من الممكن تكون هذه فكرة المدرب، يعني أن خسارة الجولة الأولى لا يمكن أن يغامر في الجولة الثانية ويجب أن ينتصر. لكن في نفس الوقت هي بداية قوية في الدوري وأمام خصم لا يعتبر سهل، لديه عناصر بإمكانه إحداث الفارق، خصوصا برشلونة مع الانطلاقات الجيدة بداية الموسم ومع الانتصارات ومع المستوى الجيد والأداء الجيد، لكن تعثر مع فرق ربما كانت بين قوسين في المتناول. نتكلم على ريال سوسيداد، إلى كذلك تراجع أحيانا مستوى كوندي في المباريات الأخيرة، إلى جانب غياب بالدي كذلك للإصابة. تأثر دفاعيا مع القوة اللي كانت دائما عند برشلونة في عملية افتكاك الكرة. الفريق أصبح لا يفتك الكرة، وأصبحت كل فرق تخرج في المرتدات وتخرج بسرعة. هنا لقطات من آخر مباراة، شوف دائما حفظوا طريقة هانز فليك كابتن؟ أكيد، يعني كل مدرب يحضر لهذه الطريقة عندما يلعب ضد البارسا، يحضر كيف يضرب مسيرة التسلل. وهنا دائما شوف الأخطاء الدفاعية بين المدافعين، الخروج الغير موفق من كوبارسي، مارتينيز كذلك ليس هناك تفاهم بينه وبين اللاعبين، والضغط على حامل الكرة لم يكن بشكل جيد حتى يمكن لهؤلاء اللاعبين الخروج. دائما أقول دائما في بعض الأحيان يجب تغيير أسلوب طريقة اللعب. دائما تكون هناك تغطية، ليس كل مرة أن تضغط وأن تخرج تلعب على مدى التسدد. لكن أظن فليك يعرف هذا الشيء، يعرف أنه أخطاء ارتكبت. هناك عدة مباريات دائما أخطاء متكررة، وقال هذا الشيء أن الفريق لاعبين شباب، دائما هناك أخطاء سيتعلمون منها، وهو دوره أن يصحح كل هذه الأخطاء. نتمنى أن يكون تصحيح والفريق يبدأ يلعب، لأن شاهدنا في المباريات حتى اللي فاز بها مع ريال مدريد ومع البايرن
كان محظوظ، يعني دائما لعب بنفس الطريقه، دائما، لكن كان محظوظ لان كانت هناك العديد من التسللات والعديد من الاهداف التي سجلت، لكن كان هناك تسلل بسنتيمترات قليله. ممتاز. بالتالي كل الفرق تلاحظ، المدربين يشاهدون مباريات البارسا، وكل مدرب يحضر اكيد بشكل جيد لكيفيه ضرب هذا الدفاع المتقدم ومصيدة التسلل للبارسا. صحيح. اريد ان انطلق معك حاتم بنفس ما تحدث به يوسف شيبو بنفس السؤال، ما الذي يحدث لبرشلونه؟ ولكن قبل ان اعطيك فرصه للحديث على برشلونه، نريد ان نشاهد برشلونه مع تشافي وبرشلونه ايضا مع هانز فليك. حتى هذه اللحظه برشلونه بعد 15 جوله في الدوري الاسباني في الموسم الحالي مع هانز فليك هو لديه 34 نقطة بعد 15 جولة. أما مع تشافي فهو 34 نقطة بنفس العدد النقطي في الموسم الماضي، والموسم الذي قبله 2022-2023 كان لديه 38 نقطة. مع إضافة أن شافي في الموسم الأول فاز بالدوري، حق الدوري. يعني شافي لغاية الآن نتكلم مع الفليك لا يزال في بداياته مع الفريق، ولذلك تقييم عمل المدرب لابد أن يكون نوعا ما فيه من الإنصاف أن نقيم في آخر الموسم. صح. لأنه طريقة اللعب الذي ينتهجها ويلعب بها فليك هذه نفس الطريقة التي كان يلعب بها مع البايرن. مع البايرن يمكن الظروف كذلك، وعمل بشكل جيد، وفاز لا ننسى أنه فاز بسداسية مع البايرن. خماسية لا سداسية أعتقد والفريق الثاني لحق سداسية بعد البارسا، حق سداسية في الدوري الألماني. وكنا نتذكر مبارياته التي كان يلعبها ويلعب بهذا الأسلوب. يعني اليوم لما تأتي وتطالب من مدرب متعود أن يلعب بهذا المستوى فمن الصعب أن يغير من طريقة اللعب، لكن هو يريد أن يجد الحل المثالي ليصل فريق برشلونة إلى المستوى العالي. لأن فريق لو نتذكر برشلونة في أيام غوارديولا في الفترة السابقة، أين كانت قوة فريق غوارديولا؟ كان يلعب يكاد يكون بنفس الطريقة، الضغط العالي لم يخسر الكرة، لكن صحيح. كانت قوته أنه كان يسترد الكرة بالشكل يمكن في ثواني معدودات، ولديه مثلث رعب في الوسط. أكيد احنا لا نقارن كأسماء، نقارن بطريقة اللعب. يعني غوارديولا كان يضغط، أكيد الأسماء أعلى أكيد، لكن كان يفتك الكرة. لما يخسر الكرة الفريق برشلونة في ذلك الوقت مع غوارديولا كان مباشرة في ثواني معدودة يعطي الفرصة للفريق الخصم. قرار صادم من بيولي بعد خسارة النصر أمام الاتحاد. اتخذ الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر أول قرار بعد الخسارة التي تلقاها أمام الاتحاد في كلاسيكو دوري روشن السعودي أمس الجمعة. تلقى فريق النصر خسارة صادمة أمام الاتحاد بنتيجة 2 مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بجدة لحساب الجولة 13 من بطولة دوري روشن السعودي. ذكرت صحيفة الرياضية السعودية إن بيولي قرر استمرار تدريبات الفريق خلال فترة التوقف الحالية بالتزامن مع مشاركة المنتخب الأخضر في بطولة كأس الخليج من 21 ديسمبر حتى 3 يناير المقبل. وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن النصر سيعود للتدريبات يوم الأحد بعدما تم منح اللاعبين راحة السبت، وتستمر تدريبات النصر الجماعية حتى يوم الأحد بعد المقبل، في حين لم يحدد بيولي برنامجه الكامل خلال فترة التوقف التي تبدأ بعد نهاية الجولة 13 من دوري روشن.